حبيباتي الحلوين، يومكم مليان سعادة وتوفيق وراحة بال يا رب من رب العالمين. هنعمل النهارده أكلة سريعة وجميلة جدا تحفة، ريحتها تجنن. علشان حبة التوابل اللي موجودين في الطبق اللي قدامك دول. بصي يا حبيبة قلبي، انت بتجيبي الفرخة بتاعتك، تنقعيها في ليمون وملح وتسيبيها قد ساعتين تقريبا. اوكي. بس هي الفرخة دي تقريبا كيلو ونص، وشويه خضار بتوعك بتجهزيهم، يعني خضار السلطه وخضار الطبخ اللي هنعمله مع بعض. كل الخضار تجهزيه وتغسليه وتحطيه قدامك كده عشان تسحبي منه حسب احتياجك. انا جهزت هنا بابريكا وكركم وكاري وروزماري وفلفل اسود، وشويه كزبره صغننين. تمام. انا اخدت تقريبا معلقه صغننه من كل التوابل دي، وطبعا الملح بتاعي، وهحط في الكبه البصلايه والفلفلايه الحاره ديت وكمان طماطمايه. ماشي، حطهم في الكبه تخلطوا كويس قوي. وبالنسبه للفرخه هشقها بالنص زي ما حضرتك شفتي في اول فيديو، انا قطعها بالطول. تمام، من الحته اللي هنا دي، بحيث ان كميه اللحم اللي في الصدر تبقى على بعضها. وهقول لك ازاي نفتحها ونحط فيها التوابل عشان تبقى حلوه جدا جدا جدا. ما تحسيش ابدا ان ملهاش طعم او ملهاش. الصدر ده دايما بيكون تقيل شويه. اوكي. بصي انا عملت ايه بقى. بصي الفتحات دي، تجيبي السكينه وتنزلي لحد ما السكينه تلمس العظم او توصل لحته قاسيه شويه، خلاص مش هتعدي منها. تمام. تقدري تعملي شرخ برضو في الورك من الناحيه دي ومن الناحيه دي. اوكي. طبعا جهزت الحاجات اللي قلت لك عليها في الكبه، الطماطمايه والبصلايه والفلفلايه الحاره. الفلفلايه دي حلوه جدا والله، بتدي طعم حلو قوي للاكل، ما بتكونش قويه جدا لان انت بتوزعي من التتبيله على كل الفتحات اللي في الفرخه وتحت الجلد وفي الشقوق اللي عملناها ديت، ومن الناحيه التانية. اوكي. وكمان بتوزعي على الخضار اللي هنعمله مع بعض. تمام. دي الحاجات اللي حطيتها في الكبه. وطبعا طبق التوابل كله قلبته الاول، كل الحاجات اللي قلت لحضرتك عليها حطيتها، وهقلب ده كله مع بعضه. تمام. وهبدا، وطبعا هتملحيه عشان اكلك يكون مظبوط وطعم. وهقولك برضو ازاي تعملي الرز بالشكل اللي شفتيه في اول الفيديو. مفيش بصل، مفيش توم، بس لونه خطير وتحفة وطعمه رائع جدا وخفيف. هتاكلي منه كمية حلوة قوي، وطبعا تكوني غسلاه الاول وتكوني متخلصة من كل النشا عشان ما يكونش فيه ضرر لاي حد بيعمل دايت او بينزل في وزنه. تمام. انا غسلت الرز كوبايتين او 3 حسب ما انت هتستخدمي، كيلو حسب ما شاء الله عدد افراد الاسرة. تمام. وسبته ينشف او يتصفى يعني من الميه. اوكي، عشان عايزه التتبيله اللي هقولك عليها تدخل في كل الرزايه ويكون لونها حلو كده. هتوزعي حضرتك كل الخلطه اللي قلنا عليها بالتوابل في كل مكان في الفرخه، وتسيبيها تقريبا ساعتين. اوكي. الجزء بقى في التوابل دوت، الخلطه ديت بالتوابل انا ما دخلتوش في الفرخه على اساس ان انا هوزعه فوق الخضار. ما تبقيش عامله الفرخه حلوه قوي كده وسايبه الخضار مش متبل. بس بتدخلي بقى التتبيله في كل مكان كل مكان قد ما تقدري قد ما تقدري. وبس بتعملي ايه بقى. هي بصلايه وفلفلايه وطماطمايه عليها كل التوابل. تمام. انا جهزت كل الخضار بتاعي. طبعا الخضار الايام دي بسم الله ما شاء الله تحفه حلو جدا. عندك كوسه وجزر، عندك بطاطس. الخضار كله ايام الشتاء ديت بيكون حلو قوي. انا قطعته قطع كبيره لان انا عايزه كل واحده تحتفظ بقيمتها الغذائيه. وطبعا تسويه الفراخ بتاخد وقت شويه وانا كله هطبخه مع بعضه، فتعمدت القطعه تبقى كبيره علشان ما يتهريش. التقطيعه دي حلوه قوي. بتقطعي الجزر، تقطعي الكوسه، تقطعي بطاطس لو حابه. ده اختياري. بس الناس اللي بتعمل دايت الاكل ده مناسب ليهم جدا، ما فيش اي حاجه مخالفه في الدايت. بروتين وخضار بس. انا قطعت بصلايه مع طماطميتين بانصاص كده كبيره، وكمان جزر وكمان كوسه. القطع حلوه قوي. طعم الكوسه صراحه في الاكله دي كان رهيب. بالنسبه بقى يا حبيبه قلبي للرز، بتجيبي بابريكا ايوه بصي اللون عامل ازاي. بابريكا وفلفل اسود وكاري وكركم، معلقه صغننه من كل حاجه، وتشوحيها مع شويه زيت والرز. اوكي. وبعد كده تنزلي بالميه. بصي طلع عامل ازاي، تحفه والله يا جماعه، روعه.
انا حطيت طبعا الخضار وحطيت فوقيه الفرخه وغطيتها بالسلوفان او بورق الفويل، ودخلتها الفرن لمده ساعه ونص، وبعد كده شغلت الشوايه من فوق. وطبعا طبق سلطه كبير. الاكله دي سريعه جدا ما بتاخدش وقت، يا دوبك بس تسويه الفراخ في الفرن. هتشغلي عليها الفرن ساعه ونص تقريبا او ساعه وربع، وتشغلي بعد كده تشيلي الورق الفويل وتسيبيها في الشوايه. وغرفت اكلي، الخضار لوحده والفرخه لوحدها والرز كمان. الرز دول كانوا كوبايتين على فكره، وده ما شاء الله كميه كبيره قوي. طبعا اهم حاجه ان انتي تستخدمي الزيت، لان الزيت بيخلي كل رزايه لوحدها مش معجن او مش ملزق في بعضه. حبيت اكبر طبق السلطه قوي حقيقه، لان برضو زي ما قلت لحضرتك ان الخضار الايام ديت حلو جدا. استفيدي بيه، دخليه في كل الاكلات لاولادك. وبس الاكله سريعه وحلوه جدا. التوابل رهيبه، الروزماري للفراخ اساسي يا جماعه، اساسي. وكمان التوابل اللي قلنا عليها، الكركم والكاري والبابريكا، الحاجات دي بتدي، استخدمتهم للرز، واستخدمتهم عليهم حاجات تانية للفراخ. بس يا حبايبي اتمنى تكونوا استفدتوا يا رب.